في سنة 800 ميلاديا وفي مدينة القيروان بتونس اتولدت طفلة اسمها فاطمة لوالدها الفقيه محمد بن عبد الله الفهري القرشي، واللي بيرجع نسبه لفاتح أفريقيا القائد العسكري عقبة بن نافع. محمد الفهري ربى بناته على الورع والتدين، واختار اسم فاطمة لبنته تيمنا باسم فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، واختار كمان اسم مريم لبنته التانية نسبة للسيدة مريم والدة المسيح عليه السلام. فاطمة فضلت عايشة مع أختها مريم ووالدهم في مدينة القيروان بتونس لحد ما قرر محمد الفهري انه يسافر مع بناته لمدينة فاس بالمغرب، وهناك بتسافر أسرة الفهري منطقة اسمها منطقة عدوة القيرويين، وده نسبة للعرب المهاجرين من مدينة القيروان في المغرب. وفي فترة حكم الملك إدريس الثاني بتتجوز فاطمة من راجل غني جدا من نفس المدينة، وبيعيشوا مع بعض في حب وسلام. لكن سعادة فاطمة ما بتكتملش بزواجها، وبتفقد زوجها بعد مدة قصيرة جدا من زواجهم، وبيكون ده أول ابتلاء من ربنا لاختبار قوة صبر فاطمة. وبسبب ان ما عندهاش ابناء من زوجها بتورث فاطمة ثروة كبيرة منه، وبعد فترة قصيرة بيموت اخو زوج فاطمة، فبيكون لفاطمة كمان نصيب من ثروته. وبعدها بتمر فاطمة بابتلاء تاني وفقدانها لوالدها محمد الفهري، واللي كان بالنسبة لها المعلم الاول والراجل الوحيد في حياتها. وبعد موت كل المقربين بيورث فاطمة ومريم من والدهم كل ماله، وساعتها بتحتار فاطمة في المفروض تعمله بثروتها من والدها وزوجها، وخصوصا ان ربنا ما رزقهاش باطفال. وبسبب عدم رغبتها في الزواج بعد زوجها المتوفي بتقرر فاطمة انها تتبرع باجزاء كبيره من ثروتها لطلاب العلم الفقراء واليتامى، وبسبب تصدقها الكتير عليهم اتسمت فاطمه باسم ام البنين. فكان كل طلاب العلم بمثابة أطفالها اللي اتحرمت منهم طول حياتها. وبعد فترة من تفكير فاطمة في مشروع يفيد الإسلام والمسلمين بتجمعها الصدفة بخبر عن إن أكبر مسجد في المدينة وهو مسجد الشرفاء ما بقاش يستوعب العدد الهائل من المصلين وطلاب العلم، وده بسبب كتر هجرة العرب من الأندلس وأفريقيا لعضوة القرويين والمدينة فاس. وعلى عكس أي إنسان ممكن يمتلك ثروة طائلة زي اللي امتلكتها فاطمة ويبني بيها بيوت وقصور يعيش فيها ويتمتع بمتع الدنيا، اختارت فاطمة الآخرة عن الدنيا وقررت انها فعلا هتبني بيت، لكنه هيكون بيت من بيوت الله، وجامع يجمع كل المسلمين من كل انحاء المدينه ليرفع ويذكر فيها اسمه ولتصدع المدينه بكلمات الله اكبر. واختارت فاطمه اعاده بناء مسجد القرويين، واشترت الحقول المجاوره بكل مالها عشان تضمه لارض المسجد ويكون من اكبر المساجد في المغرب. ومن اللحظه اللي بدات فيها فاطمه عمليه البناء قررت تصوم لله عز وجل بنيه المباركه في بيته لحد ما ينتهي. وبيذكر واحد من المؤرخين التونسيين في كتابه عن فاطمه الفهريه انها التزمت انها ما تاخدش من اي تراب كمواد للبناء غير من الارض اللي اشترتها، وده لدرجه انها حفرت كهوف تحت الارض عشان تستخرج منها افضل انواع الرمال والحجر، وده بس عشان تبعد عن اي شبهه في بناء المسجد من اي مواد خارج ارضها. وطول فتره البناء واللي استمرت 18 سنه كانت فاطمه بتشرف بنفسها على العمال ومن غير ما تفطر يوم واحد التزاما بنذرها لربنا. وبسبب علم فاطمه في امور البناء والتشييد وكمان اشرافها المثمر على البناء بينتهي اخيرا بناء المسجد في ابهى صوره ليه. وفي اول يوم في رمضان سنة 245 هجريا بتصلي فاطمة صلاة الحمد والشكر لله في جامع القيرويين، واللي أصبح في سنة 877 ميلاديا أول معهد ديني وأول جامعة عربية حسب موسوعة جينيس. وبتكبر مكتبة الجامع لدرجة إنها بتوصل لحجم مكتبة قرطبة، وبسبب دروس العلم اللي كانت بتعطى فيه بانتظام أصبح الجامع منارة الإسلام في العالم كله، وامتد دوره في نشر الإسلام من المغرب العربي وصولا لأوروبا، وبيصنف كونه أقدم جامعة في العالم كله، وده لأن بناؤه سبق بناء أي جامعة أوروبية في العالم كله بقرنين من الزمن، وتخرج منه أشهر العلماء في التاريخ ومن بينهم ابن خلدون واللي انتشرت علومه بين المغرب والأندلس، وأسد الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي القائد العسكري اللي حرر المغرب من الاستعمار الفرنسي والأسباني، وصاحب المقولة الشهيرة المغرب العربي بالإسلام كان وللإسلام عاش وعلى الإسلام سيسير في حياته المستقبلية. وكان السبب في قيام الحركات التحريرية للجزائر وتونس وليبيا وكل الدول الإسلامية، وغيرهم من الشخصيات المؤثرة في التاريخ الإسلامي اللي اتخرجت من جامعة القيرويين واللي غيرت مجرى التاريخ لحد يومنا ده، عشان تكون فاطمة الفهرية من أكتر النساء الملهمات في التاريخ وصاحبة أقدم جامعة في العالم. وبعد 78 سنة عاشتهم فاطمة في سبيل الله وفي سبيل دينه بتموت من غير ما تعرف إن مشروعها كان مشروع حياة كتب للإسلام والمسلمين في المغرب وأفريقيا والعالم كله تاريخ جديد. الفيديو ده كتبته مريم ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، وعمل الجرافيكس والموشن بتاعته هشام شتا. وما تنسوش تعملوا فولو عشان تتابعوا الفيديوهات الجديدة والقديمة. سلام.